السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو انتي الكيكه بتفشل معاكي وما بتطلعش ناجحه اتفرجي على الفيديو ده. هقولك على دقة التفاصيل وهقولك على الطريقه بالظبط، وازاي تطلع معاكي صينيه كيكه مظبوطه وقوام طري جدا من جوه والطعم رهيب جدا. وكمان باتنين بيضة بس هتعملي صينية مقاس 40، يعني مش صينية كمان صغيرة، وأقولك ازاي تظبطي الفرن بتاعك وهقولك على الطريقة بتاعتها بالظبط. وكمان هنعمل صينية باتنين بيضة، يعني مش مكلفة نهائيا، ومش هنستعمل فيها مقادير كتير، وهنغير في الطريقة التقليدية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. وكمان هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة بطريقة مختلفة جدا، بس الطعم بصراحة رهيب، هيوديكي في دنيا تانية خالص. لو انت من عشاق الشوكولاتة وبتحبي كيكات بالشوكولاتة اتفرجي على الفيديو ده وتابعيه، وانت هتعرفي انا ازاي هفيدك وازاي هعملك حاجة انت بتحبيها. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة، دعموني عشان اقدر احقق الشروط بالله عليكم. ولو حد بيعمل وصفات يكتب لي في التعليقات رأيه. اهم حاجة اللايكات يا جماعة، اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. وما تنسوش لما تكتبوا تعليق كويس كده منكم تكتبوا لي وتدعوا لي بالله عليكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. انا عندي هنا المقادير بتاعتنا اللي هي المفروض صوص الشوكولاته، لكن ده مش هيبقى صوص الشوكولاته، احنا هنعمل ده الاساس بتاع كيكه الشوكولاته بتاعتنا. انا عندي 4 معالق من سكر البودره، وعندي معلقتين نسكويك تقدري تستغنى عنه، وعندي كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، وعندي كوبايه زيت، وعندي 2 فانيليا ونص معلقة نسكافيه، وعندي كوباية مية. الصوص بتاعنا اللي هنستعمله 3/4 للكيكة هنستعمله بالمية، والربع التاني هنشيل الصوص بتاعنا الجميل. انا خدت كل المقادير دي ضربتها في الخلاط، وهنزل بيها دلوقتي في البولة اللي قدامي. انا هنزل بالمقادير كلها اللي انا ضربتها في الخلاط، وهاخد كوباية الا ربع من المقدار ده. يعني انا هصب كل المقادير دي وهاخد منها كوباية الا ربع، هشيلها على جنب وهقول لكم انا هعمل بيها ايه. انا هركن دلوقتي الصوص ده على جنب، وهنخش على الخطوة التانية، واللي هي بقى الخطوة الأساسية بتاعت الكيكة. انا كده خدت نص، يعني 3/4 كوبايه، شلتها على جنب. دلوقتي هنخش على المقادير التانية، الخطوه التانية. عندي 2 بيضه، عندي كيس بيكنج باودر، عندي نص معلقه بيكنج صودا، عندي كوبايه سكر خشن، عندي نص كوبايه سمنه، وعندي كوبايه ونص او مج ونص من اللبن. انا هضرب ده كله في الخلاط طبعا مع ذره مع الفانيليا. انتي في الخطوه دي بتحطي فانيليا تاني عشان البيض، يعني لو عندك فانيليا تحطي كيس فانيليا. انا خدتهم ضربتهم في الخلاط كويس جدا، ونزلت بيهم على صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه في الاول، اللي هي الخطوه الاولانيه. نزلت عليهم، يعني انا كده عملت الماده السائله بتاعتهم على خطوتين. المقدار ده خد معايا 3 كوبايات دقيق، خد معايا يعني مقدار 3 مجات دقيق. وحطيت دلوقتي ذرة ملح، وحطيت كيس البيكنج باودر بتاعي، وحطيت معلقة اسفة نص معلقة البيكنج صودا. هبتدي هقلب دلوقتي وهنزل بالدقيق كوباية كوباية، مش هنزل بيهم كلهم مرة واحدة. انا دلوقتي بقلب، لو لقيتها محتاجة دقيق بحط جزء جزء، ما بحطش الكمية كلها. بنعدل الديكور بتاعنا. انا بنزل بكمية الدقيق جزء جزء، مش بنزل بيه كله مرة واحدة، عشان خاطر المنزلش كله الاقيه تقل معايا. وبرضه هعرف انا محتاجة دي قد ايه. ده خد معايا 3 كوبايات دي بالظبط. هي كده حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، كده المقدار بتاعها اتظبط معايا. هبتدي بكده بالمعلقة كده هقلب، وهجيب من الجناب ومن تحت وفوق. الصوص شكله، يعني الخليط شكله تحفة. الخليط شكله تحفة، ده بيرجع لنوع الكاكاو اللي انت بتحطيه. انا جبت هنا صينية، حطيت معلقة زيت، وهبتدي ان انا افردها. هتفرديها بايه يا هدى؟ هجيب نص معلقه دقيق عليها ربع معلقه كاكاو، وهقلبهم في بعض كويس قوي، وهبتدي هفرش بيهم الصينيه. مش هفرش بدقيق بس، ما هي كيكه شوكولاته ازاي هنفردها بدقيق بس؟ لازم اديها نكهه الكاكاو.
انا كده خدت الكميه اللي انا محتاجاه كلها، والزياده حطيتهم تاني رجعتهم. هبتدي هنزل بالخليط بتاعي على فرن ساخن قبل منها ب5 دقايق، على درجة حرارة 180، وما يفتحش عليها خالص غير لما تكون استوت، يعني بعد ساعة الا ربع من تسويتها. بعد ساعة الا ربع بالظبط تبتدي تفتحي عليها الفرن. وطبعا انت بتختبريها باختبار الخلة، بتجيبي اي خلة عندك او سكينة او اي حاجة في النص كده بتعمليها، بتبتدي تختبريها، هي كده بقت جاهزة معايا. هدخلها الفرن، فرن ساخن قبلها ب5 دقايق في الرف اللي في النص، درجة حرارة 180، بتقعد ساعة الا ربع في الفرن، ما تفتحيش عليها نهائيا. يلا يا حاجة. انا كده دخلتها الفرن، وهخش على الخطوة التالتة اللي هو صوص الشوكولاتة. دي الكوباية الا ربع اللي انا قلت لكم اللي انا شلتها على جنب، انا هنا زودتها، هزودها لبن. زي ما انتوا شايفين هو غامق جدا وتقيل جدا. انا جبت حلة وحطيت فيها الكوباية الا ربع السائل اللي انا عملته في البداية خالص، اللي هو اول خطوة، اللي هو صوص الشوكولاتة. هبتدي اضيفه، اكمله بلبن، يعني عندك لبن كمليه، عندك مية كمليه. عايزة تستفادي من النكهة وتعززي طعمه اكتر، تقدري تحطي لبن بودرة. لو مفيش لبن عادي، لو مفيش ده وده يبقى تستكفي بالمية بس. طبعا انا عشان هو تقيل جدا ومركز فانا خففته بالمية، وخدت جزء لبن وجزء مية. يعني مثلا الكوباية الا ربع خدت معايا نص كوباية مية عليها كوباية الا ربع من اللبن. تقدري تعكسي، يعني بدل كوباية الا ربع من اللبن يبقى نص كوباية لبن، وبدل نص كوباية المية كوباية الا ربع مية. وحطيت معلقتين نشا. المقدار ده كان تقريبا كميته كلها تعمل 2 مج او 2 مج ونص، يعني المعيار بتاعي ده عمل 2 مج ونص. بص انا هنا كملت باللبن يعني بالمية، ما حطيتش لبن، وحطيت معلقتين نشا بس، وحطيت 4 معالق سكر، وحطيت ذرة فانيليا. تقدري تزودي السكر زي ما انت عايزة. انا بصراحة مع بعد كده لما دقتها لقيتها محتاجة سكر، فحطيت 3 معالق سكر تاني. يعني انا اجمالي السكر اللي حطيته 6 معالق سكر. وبعد كده رفعتهم على النار، وده كان شكله النهائي بعد ما اما استوى. ده كده صوص الشوكولاته. انا ما حبيتش ان انا اعمله في الخلاط واحط كميه زيت والكلام ده، لا انا خدته المقدار اللي انا خدته من الخطوه الاولانيه، اللي هو كوبايه الا ربع من الصوص، حطيته وجبت حله وحطيته، وحطيت معلقتين نشا، وحطيت 6 معالق سكر، وحطيت ما يعادل من نص كوبايه ميه وكوبايه الا ربع من اللبن، ونزلت بيهم على النار وقلبتهم لحد ما اداني قوام الكريمي او المهلبيه اللي انتوا شايفينها دي. هي مش مهلبيه، هي خفيفه على فكره، لان انا ما كترتش النشا فيها. ده كده كان شكل الكيكه بتاعتي الجميله بعد ما طلعت من الفرن. طبعا انا عملت لها الاختبار، هي طالعه هشه جدا وطريه بصراحه ربنا. انا كنت بطلع القطعه يعني بحاول امسكها بالعافيه، بس لما بردت طبعا بقت ماسكه نفسها اكتر. وهبتدي ان انا هنزل بالصوص بتاعي الجميل عليها، وهسيبها لما تهدى خالص، وهبتدي ان انا هقطعها وهقدمها، وتقدميها وتاكليها بألف هنا وشفا. لو انت من حب من عشاق القهوة، تقدري تعملي جنبها كوباية قهوة، بتبقى جميلة جدا. بصوا الصوص جميل جدا، احسن 100 مرة من لما تعمليه في الخلاط بصراحة. ده كان انا لقيت الطعم ده احلى ومركز اكتر، وكمان ما فيهوش كمية زيت زي اللي احنا بنعمله في الخلاط مع كمية الزيت اللي احنا بنعملها. كده انا الصينية دي حاطط لها ما يعادل 3 معالق من السمنة ونص كوباية زيت، لان انا خدت جزء للصوص بتاعها، وقلبتهم كده على النار وبقى في منتهى الجمال. وحطيت الصوص عليها بعد ما هديت شوية، وهركنها بقى على جنب كده لحد ما تهدى، وهقطعها وهنقدمها وبألف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة، واديني كده يعني اكتبي لي تعليق كويس كده وجميل زيك، وقولي لي رأيك ايه في الوصفات. قولي لي رأيك في الوصفة اللي أنا بقدمها، ده بيفرق معايا جدا. ولو في أي ملحوظة تقدروا تكتبوا لي. أحلى كيكة شوكولاتة تاكليها في حياتك، بس اعملي الخطوات اللي أنا بقولك عليها دي، والله هتفرق معاكم. بصوا شكلها بعد ما هديت كده وطلعتها، شكلها حلو جدا وطعمها كان رهيب. يعني شكلها بص عامل ازاي،
بُصّي الطعم هيوديكِ في حتة تانية خالص. ميزة الكيكة دي إن هي فيها تركيز الكاكاو الخام النوع الحلو، حلو أوي ومبيّن طعم الشوكولاتة فيها أكنِّك حاطة شوكولاتة مش كاكاو. وكمان النقطة التانية إن أنا الصوص يعني أنا صوص الشوكولاتة خدت 3/4 الجزء بتاعه وضفته على الكيكة وشكرًا ليكم.